تعددت مظاهر احتفال الجزائريين بقدوم فصل الربيع باختلاف المناطق، إلا أنهم يعتبرونها مكملة لاحتفالات يناير، ويعتبرون هذا الفصل فأل خير على الأرض والمزارعين بعد قساوة الشتاء وبرده. كاميرا العربية زارت قرية في تيزي ويزو ورصدت الأجواء هناك، نتابع. جبال جرجر بأعالي تيزي ويزو تنفض ثلوجها إذانا بحلول فصل الربيع. اخضرت الأرض وخرجت حورية تبحث عن نباتات وخضرة موسمية في محيط قريتها، استعدادا لتحضير طبق الكسكسي التقليدي، احتفالا ببهجة الربيع بمعية قريناتها من كبيرات نساء تقليشت. تفسد سوين العادي سوين صيدن سوين زقزاون هاد الزقزاون تمور تدونا فرحنا العيفه ديالس جانا تدري شنو نتبع انت نكورا غير نكوني نتبع انت نكورا زعما إلى جانب هؤلاء النسوة تقوم وردية بطهي أكل التغريفين، ويسود الاعتقاد هنا بأن تقديم الحصة الأولى من هذا الطبق لحشرات الحقول يغنيهن عن استهداف محاصيلهن الزراعية. بيد نكسم زوارو ثني أتننطر أنا قراص نطر عيوبة تفسود أكني غادي يتفغروا فاعوش وغيستروا كثير بحيرين النار وغيستروا غلنا أما ذر الزرارة عامة. تستمر النساء في طهي طبقهن، بينما شرع أهل القرية في حملة تشجير في جو من التعاون والتضامن لا يخلو من البهجة اعتاد عليه السكان هنا منذ القديم. جبنا انواع بزاف تاع الاشجار، كاين اليوكا، كاين الواشنطونيا، كاين بزاف، كاين ميم لي بلونت مليحه لينا ومليحه لواحد اخرين. كيما اليوم في المناسبه كيما هذه ميم تشهر واحد اخرين جاو لي زانفيتي عندنا غرسوا معنا، داروا معنا بزاف امور. على رؤوسهن يحملن تراثا يعود الى ازمنه غابره. وسط اهازيج تراثيه تتجه النسوه الى مسرح القريه حيث يقسم الطبق بين السكان. شبح تدات هاتي ونع ما طون شهرنا الفرحي يفرحنا كمدن كيني غورا ونيني ام اكدود بلا لاصل ام مدن بلا يلس. احتفالات كانت ولا تزال فرصة لتعبير أهالي هذه المناطق عن مدى ارتباطهم بالأرض من جهة، وتجديد العهد بينهم بمواصلة التعاون والتآزر مهما كانت نتائج الموسم الفلاحي. لم تغب ألوان الربيع بين هذه الأزقة أيضا. حلي وألبسة تقليدية زينت قرية تخليش إذانا بغد جميل. فريد رشدي، العربية، من ولاية تيزي وزو، شرقي الجزائر.